لم أرى في حياتي شخص يكتب القصيدة النبطية بطريقة بطريقة أكثر من رائعة وأكثر من متميزة وأكثر من متفردة مثل مساعد الرشيدي. أنا أستطيع أن أقول لك أنه مساعد الرشيدي من 1980 حتى الآن لم تنجب الساحة الشعبية مثل هذا الشخص، مع احترامي للباقين، مع احترامي أيضا لذاتي لأني أنا كنت أكتب بهذه الفترة، ولكن مساعد غير. مساعد لن تجد شخص يستطيع أن يختار المفردة بطريقة قريبة جدا، ويختار مفردات لو كتبتها أنا راح تكون مشمئزة. لما يقول لك عذب السجاية وعوده بأول الكنة، يعني حتى اختياراته فتجد أن مساعد يعني أنا أعتقد أنه الخسارة الكبيرة اللي عانى منها الشعر الآن وسيعاني منها في المستقبل هي وفاة مساعد الرشيدي رحمة الله عليه. وعوده بأول الكن، متى تزين السوالف واخذ علومه، وسامحه عن خطات الجرح والون، وعاتبه لو يصد شوي والومه، وذكره بأول المسفار حتى اللي يتذكر زمان أول نسى نومه، يوم انه أقبل خدين الروح، يوم انه أقبل خدين الروح، يوم انه وأقبل تراعيه، والقومة هي القومة من يومها، والحشا ما عاد لخنه إلا لصوته وميعاده وملزومه، عفري هنف للضلوع وجاله الحنة، واستانست لها فياض القلب ورجومه، لبى جبينه اللي ارتج الغطا كنه برق يصب الرفيف بكبد ديمومه. ما أقول شفته وشفت البيض يتلنه، أقول شفته وشفت الشمس منجومه. ما أقول شفته وشفت البيض يتلنه، أقول شفته وشفت الشمس منجومة. ما أقول كن الجديل الليل، لكنه ليل انخرعها الظلام وضيع نجومه. يا قبلة الله هك العنقود لا منه، قام يتهجى شذا عطره ويشمومه.